فاتتها الحصة الأولى وأخذت لها فطور، والحين الحصة الثانية وعيت ما تنزل. إيش أقول المدرسة الحين؟ أقول لهم عيت ما تنزل. والله صار لنا هنا أقسم بالله عند باب المدرسة صار لنا يمكن كم؟ قولي 30 دقيقة، والله يمكن نص ساعة قسم بالله. قالت أمي يا أحبك وأبغى أسولف معك. لأنه ما تقدر صار الحين يا عمري. هعلق على المقطع حقت الفيديو اللي ما بين هندو وبنتها ربا، أظن اسمها الصغيرة، اللي فاهمة اللي يعرفوا إن هي بالمدرسة. والمقطع حقوله على السريع إنها كانت بتوديها المدرسة، وبعدين قالت البنت ما رضت تروح، يعني قالتها بفطر معاكي، فأخذتها فطرتها برا، وبعدين فاتتها الحصة الأولى، فتقول جينا عند باب المدرسة وبرضها رافضة البنت تنزل، تقول لها بقعد معاكي لأني أحبك يا أمي. طبعا المقطع فيه أشياء كثيرة أنا بتكلم عنها. معنى إنه البنت ما تبغى تروح المدرسة وتبغى تقعد مع أمها، حاجتين ما لها ثالث: يا إما البنت تتعذر ما تبغى تروح المدرسة لسبب ما في شيء في المدرسة، وهذا احتمال جدا ضعيف، ما هي يعني واحدة تحسوها كذا منطوية كانت قالت لا أنا ما بروح، خاصة إنه على ما يبدو إنه مو حاجة متكررة صارت لهم مرة أو مرتين. اللي هو أميل أكثر لفكرة إنه الأم فعلا خاصة بعد ما تعرفت على هذا سامي عندها مشاريع مخططات هي وسامي ويسووا أشياء وكذا، صارت ما تقعد مع عيالها، خاصة إنه الاثنين الكبار كل واحد عنده جروب وأصحابه وكذا. ربا هذه أنا ما أعرف إيش وضعها، هل هي وضعها نفس رؤى؟ بس المقاطع اللي كنت أشوفها لها يعني علاقاتها كذا، أقدر أقول هي ومعتز لسه ما دخلوا هذا المود المبالغ فيه، فاهمين انت شو اقصد؟ يعني البنت لسه قاعد تشطف بحكم سنها. هذه النقطة جدا مهمة هنا في أمريكا، لأنه أكيد كثير منكم ما هم مستوعبين هذا الشيء، يعتقدوا إنه هنا الدنيا سبهللة، وإنه لا الموضوع بالذات إنه في سوشيال ميديا والشيء هذا يتوثق، فهو مو بهذه الطريقة. يعني برضو حريصين يكونوا على هذول الصغار اللي ما بلغوا السن القانوني اللي هو 18 سنة إنهم يكون وضعهم منضبط حتى بالتصوير اللي يصير بالسوشيال ميديا. فإيش تفسير الثاني؟ زي ما قلت لكم إن الأم ما تقعد معاها، والبنت لقيتها فرصة وقالت أبغى أقضي مع أمي. الشيء الغريب اللي يهمني واللي بقوله عن هذا المقطع هو هنا بأمريكا، أديكم مثال عن أولادي، بحكم أن البنت هذه في مدرسة صح ما هي بجامعة، والأم قالت بمدرسة. تيم لما ما يروح مثلا يكون غايب ومدرسة حكومي، هي ما دخلته مدرسة حكومي الأهل حتى الأهلي، بس الحكومي مرة متشددين، على طول ما تيجي الساعة 10 9 10 بالكثير إلا يتصلوا علي ويجيني إيميل ومسج. واللي موجودين في أمريكا يعرفوا هذا الشيء. لازم الأهالي يوثقوا غياب عيالهم للمدارس، ما في شيء اسمه ما حضر الحصة الأولى يحضر الحصة الثانية، ما أدري هذا وين إيش نوع المدرسة دي ما أدري. يعني أول ما يجي موعد مثلا موعد 8 جت 9 هذا ما جاء، لأنه هم يعتبروا هذا من السيفتي. فعشان كده المقطع كان بالنسبة لي مو مقنع، يا هي تبي تسوي دراما يا ما كان في مدرسة أو كانت غيبتها بس تبي تسوي، فهمتوا؟ في شيء مو مضبوط. من أول ساعة مفروض، يعني أنا أقول لكم 10 مبالغة، لأن أنا أحيانا أشوف المسجات هذه متأخر، بس على طول لأنه الأبلة لما يدخل الفصل تناديهم بالأسماء وعلى طول يرفعوا للإدارة إنه في واحد أو طالبة أو طالب أسماء الطلاب اللي ما حضروا، على طول يرسلوا للأهالي، لأنه يفترضوا أحيانا الأهالي ممكن ينزلوا عيالهم والعيال يمشوا ولا يروحوا معاه، فهمتوا؟ عشان يعني مو بعد ما يعني ما في أحد حيروح المدرسة يلاقي عياله مو موجودين، فيعطوا تنبيه بحكم أنها هي في كاليفورنيا، أنا في كاليفورنيا، للأهالي على طول قانون هنا إنه ترى هذا الطفل ما جاء، فهمتوا؟ أو ابنكم هذا ما جاء، وهي قاصرة البنت، يعني يمكن صح ما هي بعمر تيم وما هي ابتدائي، أظنها متوسط ولا يمكن ثانوي ما أدري، بس ستيل هذول يعتبروهم قصر، فيبلغوا أهاليهم من أول ما تمر أول ساعة، حتى مو أول ساعة كأول ساعة، إنه هذا مو موجود، مو بس مو موجود إنه نبلغكم، لا لازم تكلمونا، لازم تكلمونا وتقولوا لنا ليش هذا ما جاء. تتصلي تقولي اسمك أنت مين، أنا الأم اسمي فلانة الفلانية، متصلة عشان الطالب أو الطالبة الفلانية غايب اليوم عشان كذا، والغياب له حد معين، أظن إذا ماني مضيعة 3 أيام، وبعد كذا إجباري تروحوا
وتاخذوا زي شيء يسموه ما ادري فايل، نسيت اسمه، فايل هذا انه اذا في ظرف يعني يمنع الطفل هذا او الطالب هذا انه هو يكمل بعد 3 ايام، اذا حيغيب اكثر من 3 ايام في فايل لازم تروحوا تاخذوه اللي هو حقت العمل اللي فاتوا، دراسة المنهج اللي فاتوا في 3 الايام الغياب واليومين اللي باقي من الاسبوع. اذا حيمدد ما حيجي، الأب أو الأم يروحوا ياخذوا الفايل حقة الأسبوع اللي بعده. فهمتوا؟ هذه طريقتهم. حتى الناس اللي يكون عندهم سفر هنا معروفة هذه الحركة، اللي نفترض إحنا بنسافر وبنغيب أكثر من 3 أيام، طبعا لازم نبلغ المدرسة ونقول لهم ترى إحنا حنسافر، ما في شيء اسمه غيب وكذا. صار مين هنا في سالفة الغياب، يعني مو بس عشان الأهالي يعرفوا أولادهم وين، لا أكبر من كذا السالفة، عشان لازم الأطفال يحصلوا على التعليم، مو عشان والله بكيفهم يروحوا يغيبوا وما يغيبوا، لا، يعني هذا الشيء يعرض الأهالي للمساءلة إنه مو مهتمين بدراسة الأطفال. فهمتوا شو أقصد؟ فالمقطع أنا بالنسبة لي حسيته شوية غريب. هي تحب تقول لكم كل شيء، تحب تفلسف عليكم بكل حاجة، ويعني تفلسف عليكم في أتفه الأمور، الماركات والتفاهات. غريبة هذه ما قالت تخيلوا ما حضرت وبعدين اتصلوا المدرسة مرة ما عندهم ونظام هنا نظام. فهمتوا؟ ما قالت كذا، وبالعكس قاعدة تروج لفكرة إنه فاتت البنت الحصة الأولى وعادي تقدر تدخل في الحصة الثانية. المدارس هنا ما فيها كذا، هذا نظام الجامعات. فهمتوا شو أقصد؟ يعني لما تدخل البنت الحصة الثانية يتساءل ولي الأمر ليش ما جات الحصة الأولى. فهمتوا؟ هذه الأشياء المدرسة لازم توثقها. سالفة والله بفطر معاها وبعدين قالت لي بقعد معاكي، أنا يعني ما أنا مقتنعة فيها. تمر عليكم أنتوا صراحة. المدرسة أول ما خلاص يتسجل الحضور، يعني يدخلوا الفصل ويتقفل الباب، لا قبل تناديهم شخص 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 كذا. المدارس هنا النظام القانون كذا، ما في شيء اسمه، يعني أنا أديتكم مثال هذا الفايل اللي تاخذوه إنه يبوا يضمنوا إنه هذا الطالب شارك بالنقشة، ما وريتكم مسحتها ما خليتها، يبوا يضمنوا إنه هذا الطالب يحصل على التعليم. فهمتوا السالفة؟ مو سالفة بس إنه وين يروح وينبهوا أهله، إذا أهله عارفين هو وين خلاص يروح عسى ما بس يجي يختبر ويمشي، لا ما في هذا الكلام. فالقصة التعليق اللي كان مكتوب ما أدري إذا نزل لكم أو لا، بس طار اللي واحدة قالت حنين البنت هذه على ربا وحسها متعلقة بأمها مدري، هذا اللي تبغى توصل لكم إياه. يعني ما في النهاية العيال هذول كلهم متعلقين بأمهم، خاصة إن هم ما لهم في هذه الحياة والدنيا إلا أمهم، باستثناء أنتوا تشوفوها كويسة تشوفوها مو كويسة، تشوفوها أم يعني أدت دورها على القدر المطلوب اللي هو في النهاية هذه أمهم. فما في هذه السالفة يعني إنه حنينة وأمها وذنب العيال والكلام هذا كله. إحنا تكلمنا هذا الكلام وما بعيده. ذنب هذول الأطفال الكل مشارك فيه، أبوهم أمهم أهلهم جماعتهم، الناس اللي يكترثوا ليهم، وأنتوا اللي تتابعوهم واللي تشجعوا هذا النوع من المحتوى. يعني أول يوم فتحت حساب للكبير هذا معاذي ولا الثانية هذه ربا، وكل واحد فيكم سوى فولو ولا جاء فضول يتابعهم، أنتوا كنتوا شركاء في هذا الشيء. والله أنا أكلم عن الناس اللي يتابعوهم، لأنه هذول مفروض في المرحلة العمرية هذه، حتى لو كان قانونيا وصلوا عمر 18 ويقدروا يفتحوا حسابات، مفروض إنهم خاصة إنه حياتهم فاهمين نوعية حياتهم، يعني ما هي الحياة اللي هي وأمهم ربيتهم بطريقة أو يعني زارعة فيهم هذه الفكرة بطريقة إنه إيوه سووا أعملوا طز في الناس، وهم يتقدم في النهاية من الكلام الناس اللي ممكن ينقال. يعني حاجة حتكون سبب في تشكيل شخصيتهم في المستقبل لشكل مخيف. أنا أتمنى لهم حياة سوية وسليمة، لأنه نوع الضغط يمكن كثير منكم يتابعوهم ويحسوا أوه يا حظهم يا بختهم. أنا اللي تبو رأي جحيم، هذول يعيشوا نوع من الجحيم ما تتخيلوا إيش هو. جحيم هذا جحيم الشهرة واللايكات وعدد المشاهدات من هم في هذا السن الصغير، فيضطروا دائما يخرجوا بقصص وبملابس وبشيء خارج المألوف عشان يحافظوا على هذا الستاتس اللي يحسسهم بقيمتهم. فهمتوا؟ يعني ما أدري أقول لكم، بس حبيت أعلق على هذا المقطع سالفة المدرسة والمدرسة. ترى اللي موجودين في موضوع المدارس هنا ما عندهم مزح أبدا
أبدا. أقول لكم إيميل ومسج واتصال، ويقولوا لكم لازم تعملوا ريبورت نفس اليوم، مو تعملوا ريبورت ثاني يوم. يعني مو تقول بكرة أكلمهم، لا، أنا أحيانا كنت أنا أتصل وأبو تيم يروح لهم عشان يتأكد إنه وصل لهم. طبعا عندهم لاين خاص تتصلوا عليهم وتتركوا مسج يعني. فأنا أتوقع إن هي غيبتها وسوت الدراما. بس السؤال يطرح نفسه، ليه تبغى تحسسكم إنه عادي تكنسل حصة وتروح حصة ثانية؟ مدرسة أهلية، حتى الأهلية يتساءلوا يعني. هنا ممكن يقفلوا لهم لو ما يكونوا صارمين بالقوانين، فهمتوا؟ ما أعرف يعني. أنا عيالي دخلوا أهلي ودخلوا حكومي. موضوع الغياب هنا ما ينمزح فيه أبدا أبدا. سالفة إنه تدخل في نص الحصة وتروح الحصة الثانية، هذه ما أدري من وين هند جابتها، من شكلها من جيب سامي.